الفيديو النهاردة عن تفريز الملوخية الخضراء زي ما احنا شايفين لونها تحفة. ازاي تفضل باللون ده وازاي الخضار الجميل دون. حاجة بسيطة جدا من غير كربونات خالص. هنشوف الطريقة مع بعض. لو أول مرة تشوفيني أنا غادة عراوي، دي قناتي قناة الستات في مصر. أهلا بيكي معانا الملوخية الخضراء. اليومين دول حلوة جدا زي ما احنا شايفين. احنا في الصيف وملوخية الصيف بتبقى جميلة، بتتشال تفريز حلو قوي. بناخد الورق الاخضر بس وبنسيب العروق، لان العروق هي اللي بتعمل عرق جامد جدا للملوخيه. احنا عشان بنشيلها في الفريزر فمش عايزين العرق دون. هنشوف دلوقتي معانا حله على النار فيها ميه مغليه. هنحط معلقه سكر صغيره ونبدا نضيف الملوخيه بتاعتنا بعد ما غسلناها كويس جدا بالميه عشان بيبقى فيها تراب وكده. وجنبينا ميه بتلج، طبق فيه ميه بتلج ضروري جدا. الطريقة دي سهلة وبسيطة وعرفك ازاي ما تسودش في الفريزر. يعني شوفي اللون حلو ازاي واخضر. نفاجئ ان احنا بعد ما بنحطها في الفريزر بتسود. انا هقول لك النهارده على التركية المهمة جدا اللي تخليها تفضل في الفريزر بنفس اللون. زي ما احنا شايفين احنا بنشيل الملوخية اول على طول ما قلبت. يعني اول ما هتبتدي تغلي بتاخد دقيقتين بالظبط او دقيقة ونص. نروح على طول شايلينها وحاطينها في ميه متلج. شايفين الميه نازله من الملوخيه لونها غامق ازاي؟ هو ده اللي بيخلي الملوخيه غامقه. برضو هنا الميه متلجه هوريكم. دلوقتي احنا حطيناها في الحوض عشان نبدأ نشوف هنعمل ايه. اوريكم المية دلوقتي غامقة ازاي. احنا بقى هنعمل ايه التركية اللي هتخلي الملوخية معانا تفضل خضرة في الفريزر. هي النقطة اللي احنا بنعملها دي دلوقتي، ان احنا هنشطفها بالمية برضو بعد ما نشيلها من مية متلج. خلاص شلناها وخدت الصدمة وادت اللون الحلو ده. هنلاحظ ان احنا كل ما بنشطفها بالمية كل ما الخضار بيزيد واللون بيبقى حلو. نفضل نعمل كده 3-4 مرات لحد ما المية تبقى شفافة معانا. خلاص كده ان شاء الله هنضمن ان هي لما تتحط في الفريزر هتفضل بنفس اللون. هو ده التركاية اللي احنا هنعملها تخليها تفضل خضرة على طول. طب ليه ما حطيناش كربوناتو؟ الكربوناتو بيخليها تعمل رغاوي لما بنيجي نعملها. يعني بنيجي نعملها نضربها في الخلاط، نيجي نطلعها بعد كده من الفريزر ونيجي نحطها في الحلة بنقلبها بتعمل رغاوي. هو ده الكربونات اللي بيعمل كده. فاحنا عشان نديها نفس اللون ده بالطبيعي من غير اي اضافات خالص، احنا بس ضفنا معلقة سكر زي ما احنا شفنا. احنا هنا ضربناها في الخلاط، ضفنا ربع كوباية مية. يعني يا دوبك اقل كمان ربع كوبايه ميه على الحبه الصغيرين عشان عايزاها تفضل مركزه. وحطينا ربع معلقه صغيره سكر. السكر هنا ماده حافظه. حطينا في الميه معلقه صغيره وحطينا هنا برضو في الخلاط لان احنا شطفناها كتير فعايزينها برضو تفضل يعني تفضل سنه في الفريزر. فالسكر ماده حافظه وكمان بيديها لون حلو. زي ما احنا شايفين الخضار الطبيعي ده جميل جدا. هتفضل خضرة كده في الفريزر. زي ما احنا قلنا التركايه ان احنا بنشطفها، نقعد نشطف فيها كده لحد ما الميه تبقى بيضه، تبقى شفافة خالص. الملوخية بتاعت الصيف من أحلى الملوخية اللي هي بتتفرز. الشتا ما تنفعش أبدا تتفرز، كلها طينة. هنا برضو حطينا برضو ربع معلقة سكر صغيرة ويا دوبك شوية مية صغيرين جدا. احنا منحطش مية كتير علشان لما نيجي نطلعها من الفريزر تشرب من الشوربة بتاعتها يبقى طعمها حلو. لكن لو كترنا المية هتبقى خفيفة وهنيجي نحط لها الشوربة هتاخد شوية شوربة صغيرين فيبقى طعمها ماسخ مش هتبقى حلوة. وهنا زي ما احنا شايفين بنضرب الملوخية حبة حبة، ما حطيناش الكمية كلها لان لو حطينا الكمية كلها هنضطر نحط مية كتير ونقعد نضرب فيها كتير في الخلاط. فده هيخليها تنعم جدا. الاحسن الملوخية اللي بتشيل في فريزر تبقى خشنة حاجة بسيطة، يعني متبقاش ناعمة قوي قوي. برضو ربع معلقة سكر صغيرة وهنحط برضو شوية المية الصغيرين. نبدأ بقى نضرب في الخلاط. شايفين اللون الجميل ده؟ الكمية ما شاء الله عملت لي كمية حلوة جدا. عملت لنا 5 اكياس. طبعا الكميه اللي انت بتحبي تحطيها حطيها. اتمنى لو وصلتي حد هنا لو عجبك الفيديو تعملي لايك وتكتبي لي في التعليقات انهي طريقه ملوخيه بتعجبك. ان شاء الله هتجربي الطريقه دي وان شاء الله تعجبك. زي ما احنا شايفين الاكياس دي جميله جدا يعني محكمه الغلق. بتتقفل كويس جدا مدخلش هوا. واحنا برضو عشان الهوا بيسود الملوخيه برضو، دي من الحاجه اللي بتخلي الملوخيه تبقى لونها مش حلو. بنطلع الهواء على قد ما نقدر من الكيس زي ما احنا شايفين الطريقة السهلة دي. ونبدأ بعد كده نبططه بإيدينا. لو لقيت ان في شوية هواء لسه في الكيس بفتح حتة من الكيس صغيرة جدا وابدأ ده اطلع الهواء منها زي ما احنا هنشوف كده. حتة صغيرة بسيطة نطلع بقية الهواء ونقفله تاني. الاكياس دي حلوة بتحافظ على الملوخية او اي حاجة بنشيلها، تحافظ عليها زي ما هي من غير ما تلقط اي ريحة من التلاجة ولا اي حاجة. ما شاء الله الكمية عملت لي كمية حلوة. الطريقة دي حلوة أوي وسهلة وبسيطة. وزي ما احنا عارفين احنا دايما بنشيل الملوخية في الصيف زي ما احنا قلنا.
وطبعا احنا رمضان جاي في الشتاء فهتنفعنا جدا في الشتاء. انا جربت طرق كتيرة للملوخية، بس بصراحة دي اكتر طريقة عجبتني، وفعلا بتطلع ملوخية فريش بالظبط. ان شاء الله الفيديوهات اللي جاية هعرفك ازاي بنعملها، برضو ليها تريكات برضو، واحنا بنعملها بنسويها. ابقى اطلع واحد من الفريزر كيس واجربه قدامكم. هعمل فيديو مخصوص للملوخية المتفرزة عشان تشوفوا قد ايه بتبقى كأنها فريش بالظبط، زي كأنك لسه جايباها. بنقفل الاكياس كويس كده. احنا خلصنا الكمية اللي معانا كلها زي ما احنا شايفين، جميلة وتحفة. اتمنى الفيديو يكون عجبك. اتمنى لو لسه مشتركتيش في القناة تشتركي في القناة وتفعلي الجرس، وبألف هنا.